أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي والكابتن خالد الهادي المدير الفني لنادي صدفة. النهارده أقيمت مباراة نادي الشبان المسلمين بالوادي الجديد ونادي صدفة ضمن فعاليات مباريات كأس مصر. بنقول لحضرتك ألف مبروك وتعليق حضرتك على اللقاء. طبعا نوضح للسادة المشاهدين أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ثم اللجوء الى ضربات الترجيح وضربات المعاناه. نقول لحضرتك مبروك وتعليقك على المباراه النهارده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والمباراه كانت طيبه يعني من جانب الفريقين، وفريق شبان خارجه فريق جيد وليه باع كبير في القسم الثالث. احنا جايين مباراه الكاس جايين لهدفين. الهدف الاول ان احنا في مجموعه من الناشئين ان احنا بنعمل عمليه اعطاء المزيد من الفرص للناشئين. يعني النهارده لعبنا عدد 7 لاعبين من فريق الناشئين، والحمد لله يمكن هم اللي حققوا اللي كان لهم الفضل على الله سبحانه وتعالى، ونجحنا من الهدف اللي احنا جايين من عشانه، هو الهدف الاول اللي هو لاعب الناشئين، والهدف الثاني الحمد لله رب العالمين هو توفيقنا في ركلات الجزاء او توفيقنا عامه بالصعود للدور الاخر يعني في مباراه الكاس ان شاء الله. يا كابتن خالد، نحب نعرف حضرتك يعني اهم الفترات الصعبه اللي مرت على فريق صدفه النهارده من خلال اللقاء، يعني حسيت امتى ان اللقاء بدا يقرب عن لغه الكوره من حضرتك؟ وطبعا شفنا فرحه فريق نادي صدفه بعد هدف التعادل. هو اللي في المباراه اللي احنا حسينا ان المباراه صعبت علينا في الشوط الاول نظرا لبعض الظروف الجويه الطبيعيه. الهواء كان مع فريق بيلعب مع فريق الخارجه، بس احنا كنا متيقنين ان العوامل الطبيعيه الشوط الثاني هتكون معانا. ايه اللي قاله كابتن خالد تاني شوطين في غرفه قلعه؟ والله انا نبهت على اللاعبين، يعني مجموعه من اللاعبين زي ما كلمت حضرتك العمق الزمني بتاعهم في الملعب قصير، يعني لسه ناشئين، وهم دول المكسب الحقيقي لينا من مسابقه الكاس. انا قلت للاعيبه العبوا ماتش عادي، احنا استفادتنا وهدفنا اللي هنحققه اننا نشوف اللاعبين يأدوا اداء جيد، وخاصة اللاعبين الناشئين اللي هم هيكونوا مكسب لينا في المباريات القادمة إن شاء الله. كابتن خالد، أنا بوجه لحضرتك الشكر وألف مبروك مرة ثانية وبالتوفيق إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، يسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي والكابتن أحمد جاد مدرب حراس المرمى بنادي الشبان المسلمين. قيمة اليوم مباراة كرة القدم بين فريق نادي الشبان المسلمين وفريق نادي صدفة ضمن فعاليات مسابقة كأس مصر، أقدم مسابقات الرياضة وأهم ثاني بطولة بعد بطولة الدوري العام. كابتن أحمد جاد، تعليق حضرتك على اللقاء اللي انتهى منذ لحظات بفوز نادي صدفة بركلات الترجيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش يعني نصيب لينا النهارده الحمد لله كابتن، والحمد لله يعني على هذا. فهو يعني بالنسبه للمباراه كانت ماشيه بسرد كويس بالنسبه لنا. فاخر 5 دقائق طبعا زي ما انت شفت الهجمه مرتده علينا وتحقق هدف، وما فيش توفيق في ضربات الجزاء. الحمد لله يعني هذه النتيجه الحمد لله. واهم حاجه يعني نكمل الدوري ان شاء الله باذن الله. في ان شاء الله باذن الله فريق نادي الشبان المسلمين طبعا بعد خروجه من مسابقه كاس مصر يستعد لمباراه الدوري واستئناف الدوري. المباراه القادمه ان شاء الله رايحين لنادي الداخل نادي الداخل الرياضي يوم السبت ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد، احنا بنقول لحضرتك هارد لك، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في اللقاءات الاخرى ان شاء الله.